السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله رورو هتعمل لنا مكرونة مبكبكة بالجمبري. عندنا المقادير: نص كيلو من الجمبري، غسلته ونقعته في خل وليمون، وبعدين وطلعت منه كيس الرمل. وعندنا بقى المكونات. طبعا هتشوح الاول الجمبري ونعمل شوربة، وبعدين هتعمل بقى المبكبكة المكرونة. يبقى خلطة الجمبري: توم وفلفل وجزرة مبشورة، معلقة عصير ليمون، والتوابل: بابريكا، ملح، كمون، وسنة صغيرة من الشطة، ومعلقتين من الزيت، وتوابل المكرونة. بناء مكرونة الصغيرة عليها معلقتين من الصلصة، ومعلقة من الثوم، معلقة من الفلفل، والتوابل ملح وشطة وكمون. دلوقتي بقى هنروح على النار نسوي الجمبري. نفرم التوابل الأول بتاعة الجمبري. ناخد معلقة من الثوم والجزر، كلهم هنضربهم مع بعض في الخلاط. نضربهم يبقى ناعم جدا. ناخد نص الفلفل من الفلفل والثوم، نصه للمكرونة ونصه للجمبري. يبقى كده في الخلاط هنضرب الجزر والثوم والفلفل وعصير الليمون والتوابل. نضربهم بقى في الخلاط عشان الصوت ونرجع. ضفنا للخلطة معلقة من الزيت. الخلطة بتاعتنا بالشكل ده نضيفها على الجمبري. ونخلي كده معلقتين نضيفهم على المكرونة. نخلطهم بقى مع بعض كويس جدا. وعندنا حلة بتسخن على النار فيها معلقة من الزيت. عندنا الحلة سخنة على النار فيها معلقة من الزيت، تكون سخنة جدا. ومعانا المية بتغلي على النار. ما نقلبش الجمبري وياخد صدمة، وبعدين نقلبه كده بالحلة. الجمبري ما بيكملش 10 دقايق على النار. نعمل بقى شوية شوربة كده حلوين، شوربة جمبري حلوة بتقدم لنا كده في المطاعم في الكوبايات. دقيقة كده ونقلب. الريحة طلعت حلوة جدا، والجمبري بيستوي بسرعة جدا. المية غليت على النار، هنسيبه بس دقيقة كمان ونضيف له المية. نضيف مية بس، خلاص الجمبري كده كل التتبيلة بتاعته مش محتاج اي حاجة تانية.
اخد صدمة كده على النار. نضيف بقى مية بتغلي. ونسيبه يغلي 5 دقايق. كده يبقى خلاص استوى معانا الجمبري. وناكل احلى شوية جمبري والشوربة. هنغطيه ونسيبه 5 دقايق بس ونطفي عليه، وكده يبقى استوى معانا. كده الجمبري بتاعنا كمل 5 دقايق في الشوربة على النار. كده خلاص هنشيله من على النار ونجهز بقى المكرونة. احنا هنجهز الشوربة بتاعت المكرونة تبقى جاهزة معانا، وقبل الأكل بنص ساعة نقيد عليها بقى تغلي ونضيف لها المكرونة، بحيث ان هي لما بتتاكل سخنة تبقى حلوة. عندنا بقى حلة على النار فيها معلقة من الزيت، معلقتين حلوين كده من الزيت، بحيث ان المكرونة تبقى مش ملزقة ببعضها كده. لما نزود المادة الدهنية تبقى المكرونة. الله أكبر، مش هاخد معلقة بس. معنا بقى معلقة الزيت سخنت على النار. نضيف لها كده معلقتين كبار من الثوم ياخدوا تشويحة بسيطة. نضيف لهم الفلفل، ننزل الفلفل، نشوحوا كده بقى مع بعض وننزل بالتوابل وبعدين الصلصة وبعدين التوابل، او الصلصة والتوابل مع بعض. كده نشوح معلقة الصلصة بحيث ان المادة الحافظة اللي فيها تطير، والتوابل برضو تتشوح بتطلع بقى النكهة الحلوة بتاعتها. شوفوا كده شوحت التومة مع الفلفل. نضيف بقى معلقتين الصلصة، الصلصة تتشوح كده دقيقة مع الثوم، وننزل بقى بالتوابل، ملح وشطة وكمون. نضيف معلقة بابريكا، نضيف معلقة بابريكا، ونضيف المية، معلقة صغيرة من البابريكا، وننزل شوية الخلطة اللي كانوا معانا في الخلاط يدوا بقى طعم حلو. نضيف بقى المية مكان الخلاط كده الخلطة، نضيف له شوية مية، وناخد كده شوية من الشوربة بقى بتاعت الجمبري دي عشان تدينا طعم الجمبري. ونكمل بقى معانا بمية. وكده دلوقتي نقدر نسيبها تغلي او نطفي عليها، ولما نيجي بقى وقت الغدا نقيد عليها بقى تغلي ونضيف لها المكرونة. يعني كوباية المكرونة تاخد لها حوالي كوباية من الشوربة بس. كده شوربة المكرونة كده معانا جاهزة. هنطفي بقى عليها دلوقتي، وعند الغدا ان شاء الله هنكمل الوصفة بتاعتنا، بحيث ان هي بتتاكل سخنة تبقى حلوة، لكن لو بردت ما تبقاش طعمها حلو. دلوقتي بقى هنسوي معانا المكرونة المبكبكة. راح
رفعنا الشوربة على النار تغلي، نضيف لها بقى المكرونة. المكرونة بقى تستوي معانا. نشوفها ان شاء الله بعد ما تستوي. ممكن هي يعني قبل ما السوا كده ب5 دقايق نضيف لها الجمبري. المكرونة خلاص استوت، بقت تكة صغيرة. نضيف لها بقى كده الجمبري، اللي حابب يقشره بقى يقشره، بس احنا هنضيفه كده الاول بالشكل الحلو ده. وبعدين هنسيبه كده، هنسيب شويه كده، نقلبهم كده مع المكرونه 5 دقايق وهنطفي عليهم. المكرونه يعني تاخد من طعم الجمبري، بس احنا كمان ضايفين شوربه جمبري بحيث ان هي ايه تبقى مطعمه حلو من الجمبري، ما تبقاش مكرونه وخلاص يعني. نسخن بقى الشوربه بتاعتنا ونقدم بقى. غرفنا المكرونه بالشكل ده. غرفت المكرونه ووكلت البوتاجاز معاها. بالشكل حلو بقى كده للصينيه بتاعتنا، بحيث انها تجذب الانتباه. ما شاء الله نص كيلو من الجمبري ده، النص كيلو ب140 جنيه، يعني هيكفي الوجبة. كأننا برضو هنشتري سمك، لو اشترينا برضو وجبة سمك يعني هنجيبها ب150 جنيه. فيوم كده مرة جمبري ومرة سمك، ما شاء الله نص كيلو. عود كده من الكزبرة بقى يكسر الألوان، ونقول لرورو بقى تسلم ايديها. بس تغسل البوتاجاز بعد ما تخلص. قولي لها كده بقى اغسلي يا رورو البوتاجاز بعد ما تخلصي، عشان انتي بهدلتي مكرونه. جربوا بقى المبكبكه بالجمبري مع الشوربه، حلوه جدا جدا. دي بتتباع في المطاعم بمبالغ جامده جدا. جربوها بقى في البيت، سهله جدا وطعمها حلو جدا جدا. هتجربوها وتدعوني. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم.